السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله حنسوي لكم طريقة عمل خبز الشعير المنفوش. عندنا أول شي المقادير. عندنا 2.5 كوب من الحليب الدافي بدرجة حرارة الغرفة، وعندي 2 ملعقة من السكر، وملعقة من الخميرة الفورية بهذا الشكل. راح نخلط المكونات كل زين ونتركهن لحد ما يتخمرن لمدة 5 دقائق، يعني تتفاعل عندنا الخميرة. هنا بعد ما تفاعلت الخميرة بهذا الشكل راح أضيف لها بيضة واحدة، وضروري تكون بدرجة حرارة الغرفة أيضا. هنا عندي كيلو من الطحين، طحين القمح بهذا الشكل راح أضيفه. طبعا ما راح أضيفه كله بالبداية، راح أخلي تقريبا ربع كوب وأبدي أضيف بيه. طبعا أول شي خلطته بالشوكة عمود نتخلص من السوائل، بعدين أبدي أعجن بيه بإيدي. بعد ما استمرت بالعجن لحد ما اختفى الطحين كله صارت بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. تقريبا عجنت بها لمدة 5 دقائق. إذا عندكم عجانة أيضا تكون أسهل بهذا الشكل. طبعا أنا نسيت الملح، طبعا لازم تضيفونه بالبداية، يعني بعد ما تضيفون الطحين، بس مو مشكلة ضفته أني. وراح نضيف ملعقة من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة بهذا الشكل. راح شوية أعجنها ويا الملح عمود إنه نذوبه بهذا الشكل. وراح أيضا أعجن بيها لمدة 3 دقائق إلى 4 دقائق لحد ما تكون عندنا عجينة ملسة، وتكون بهذا الشكل تحسونها طرية. وهسه راح نتركها لحد ما تتخمر تقريبا نص ساعة. طبعا لأنه الجو عندنا حار، فأني تخمرت عندي نص ساعة، انتم تقدرون تخلونها ساعة. هنا مثل ما تخمرت شوية ارتفعت مثل ما تلاحظون، راح أكورها. طبعا ما راح نكور الكمية كلها عمود ما ينشف الوجه مالتها. أنا قمت أكور 5 وأفردهن. طبعا بالنسبة للحجم حسب ما أنتم تحبون، يكون الرغيف كبير أو صغير. أنا اختارت يكون وسط بهذا الشكل. هسه هنا أنا راح أجيب أي شي عندكم، طبعا الأفضل يكون خشب حتى ما يلزق بيه، بس هي العجينة أبدا ما تلزق، بس إحنا الاحتياط نخليه طحين. بهذا الشكل راح أفردها. طبعا ما نفردها لا بشكل ثخين ولا بشكل خفيف، نفردها بشكل خفيف يعني وسط عفوا بهذا الشكل. بعد ما نفردها راح أتركها بصينية على صفحة لحد ما شوية تتخمر، يعني تقريبا لمدة ربع ساعة. فأفرد الخمس دائرات اللي سويتها من العجين، وبعدين أتركهن لحد ما يتخمرن. بعدين أبدي إنه أستوهن على الساجية أو الطباخ، أو إذا عندكم الخاصة بالخبز. هنا بعد ما حطيتها، أول ما تبدي عندنا الفقاعات تطلع على الوجه مباشرة نقلبها حتى إنه تنفخ عندنا بهذا الشكل. بعدين مثل ما تلاحظون شلون بدأت مباشرة إنه تنتفخ عندنا. هي ودي تنتفخ إحنا نحاول نقلبها على مود تتوزع الحرارة بداخلها بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون هنا بعد أخذت شوية تحميرة ونشيلها. طبعا أي بقايا من الطحين نشيلها عمود ما تحترق وتسوي لنا نكهة غير مرغوب فيها بالرغيف الثاني. هنا راح نكمل الكمية كلها. مثل ما تلاحظون شلون كلها تنتفخ عندنا وطرية، وما أحكي لكم على الطعم، يعني رهيب جدا جدا طرية وأبدا ما تيبس عندنا. طبعا هاي كمية مو كلها، أنا نصها ضميتها. مثل ما تلاحظون شلون طرية كلش. راح نسوي بيها أي أنواع السندوتشات، مثل ما تشوفون شلون تنفتح وطرية كلش. يا رب تعجبكم الوصفة وتجربونها وتنال إعجابكم. لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس الإشعارات عمود يوصلكم كل جديد. مثل ما تشوفون أنا راح أسوي بيها شطيرة بيض بهذا الشكل، أو أي نوع شطيرة انتم تحبون، أو حتى ترهم إنه تسوون بيها شاورما.
طبعا طريقتها جدا جدا رائعة. أتمنى يا رب يعجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامة، وأشوفكم بالفيديو الجاي.